شباب بير عايض يتوج بطلا لبطولة الفقيد عايض السوادي الرمضانية لكرة القدم بعمران. اختتمت اليوم بطولة فقيد الوطن وعمران الشيخ عايض السوادي الرمضانية لكرة القدم بتتويج فريق شباب بير عايض بطلا للنسخة الأولى التي أقيمت تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بعد فوزه على فريق صقور البون في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بير عايض. حضر مدير عام مكتب الشباب والرياضة عبد الله الوادعي والشيخ ناجي السوادي والشيخ بشير الجسامي والمدير يحيى سنان الصعر ومدير مديرية الجبل سمير الضياني والشيخ أحمد السوادي ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الجبل وأبناء الشيخ ناجي السوادي مدير مكتب الشباب بمديرية الجبل عبد الرحمن القيني ونائبه إبراهيم الأحرق وعدد من المهتمين بالرياضة في المحافظة. وشهدت البطولة تنافسا قويا بين 8 فرق من مختلف أحياء الجبل حيث اتسمت مباريات البطولة بالحماس والندية وسط حضور جماهيري وتفاعلا من محبي كرة القدم بالمحافظة. أدار اللقاء النهائي الكابتن عبد الرزاق العشبي ومساعده إبراهيم عزوة وخالد القيني. وفي ختام البطولة توج فريق بير عايض بالكأس والميداليات الذهبية وفريق صقور البون بكأس المركز الثاني وميداليات ذهبية، فيما جرى تكريم أفضل لاعب عرفات الأرحبي والهداف حسن الماخذي وأفضل حارس وليد مفلح وتكريم الحكام وتكريم الفريق الثقافي الفائز في المسابقة المصاحبة للدوري إلى جانب الجهات الداعمة التي ساهمت في إنجاح البطولة التي خلدت ذكرى الفقيد عايض السوادي في أبهى صورة رياضية في مديرية الجبل.